عليكم. الطاسية اليوم غيكون مع واحد بنوتة مزيانة عندي عزيزة وكتعافني ومزيانة في المدرسة. الطاسية اليوم غيكون مميز مع واحد بنوتة، ها هي باش تعرفوها. فرح الطاسية اليوم عارفة فين نمشيو يا جينا للسوق برا. المعلمة السوق برا فين هي؟ معروفة المعلمة السوق برا كيفاش عاملة. نتمنى هاد الطاسية يدوز مزيون معاك صافي. فرحانة اليوم بأنك خرجنا طاسية ولا ما فرحاناش؟ فرحانة الحمد لله. إذا البداية كانت من الحومة، ركبنا الموتور أنا وفروحة ديالي ومشينا فحالنا باسيو. الصراحة كان الجو مزيون، ملي كطيح الشتا وكتوقف كيخرج واحد الجو ماشي عادي. فرح باسيو. الصراحة فرح كانت فرحانة، وهذه هي الفرحة ديالنا، هي وليداتنا يكونوا فرحانين ونحاولوا نوفروا لهم على قدر المستطاع الحاجة اللي غتفرحهم. وكملنا على الطريق ديالنا حتى وصلنا لهاد الهضبة اللي كتطلل على الهبطة ديال كاليفورنيا. مطعم مزيون ياك فرح؟ راه اطلع لا مزيون. انا هادي شاش كنطللو العقبة هاد الرميلات. فرح ما شبعتيش؟ يلا بحالنا السوق برا. أحسن باسيو. وكما قالت فرح احسن باسيو، ماشي ضروري يكون باسيو بعيد، ولكن واخا يكون غير قريب، المهم هو انهم يفرحوا يحسوا اننا كنعمل لهم شي حاجه. وفي الاخير وصلنا للسوق برا، وهذه فرصه باش نوري فرح بعض الذكريات كانت هنا في السوق برا، بحال هذا الخطاب ديال محمد الخامس هنا في ساحه 9 ابريل اي السوق برا. في هذا الخطاب التاريخي هنا بمدينه طنجة، حيث اعلن استقلال المغرب وسيادته الكامله على اراضيه. واللي ما كيعرفش هذا الموطا كيفاش كان وها كيفاش رجع. ومن بعد وكما العاده ديالي ضروري نمشي للباناديريه اللي كاينه في السوق برا، باناديريه ديال باب المدينه، باش نتسخر السخيره ديالي ونطلع القهوه ديالي المعروفه اللي كنجلس فيها دائما حدا سينما الريف. وغير نزلت السخيره ديالي وجلس وانا سمع واحد الصوت جهة سينما الريف، وانا اللي التفت لجهة سينما الريف جبرت واحد السيد كيعمل شي حاجة. ساحة 9 ابريل او السوق برا ساحة معروفة كيجيو الناس يعملوا بعض العروض. الدكة انا اخترت اتاي ديالي وفرح اخترت هاواي. شنو اسمها هادي؟ انا ما كنعرفهاش يا فرح. دونالدز اوي. وانا اخترت هاد الغريبه هادي نشوفوها اول مره عقيس. اما السديره ما نهضروش عليها، طنجاوه كاملين كيعرفوها شنو هي السديره وما ادراك ما السديره. وهاد السوق برا سبحان الله مادام سماوه قلب مدينه طنجة حتى هو قلب النابض ديال مدينه طنجة. سبحان الله هاد الموطع في عهد الاستعمار كان موطع عالمي، كيجيو الناس من العالم وباقي لحد الان كيجيو السياح من جميع العالم، كيجوزو من هنا الفنانين، كيجوز من هنايا المهندس، المحامي، الحماق، السكيري، وحتى ميسي مرضي. وعقلتو على هاد مسح الاحذيه راه باقي هنايا، واللي خصو يعرف هاد الموطع كيفاش كان ها كيفاش كان. هاد الساحة 9 ابريل
والسوق برا عندها تاريخ قديم وباقا محافظة على هذا التاريخ. واللي كيتسائل هاد الموطع كيفاش كان، ها كيفاش كان. شنو عاد تسميها فرح داها؟ ميمي مشات عليها. بلاتي هاد الموضوع ما خصكمش تعرفوا كيفاش كان، ها كيفاش كان. وملي جينا السوق دابا راه كان ضروري نزورو البيرو من بعد الترميم ديالو نشوفوه كيفاش ردوه. وها البيرو كيفاش كان شحال هادي. ودابا رجع حلة جديدة وجميلة كتعرض فيها جميع المنتوجات اللي كتعدل هنا في المنطقة. ومن بعد ما شفنا البيرو ضروري واحد الدويرة تجي هاد البلاصة نشوفو الحوت، نشوفو الجداد، ونشوفو حتى هاد بائعي الفواكه الجافة كيفاش رجعو هنايا. سبحان الله، تا حاجة ما كتبقى كما هي، لكن كاين بعض الناس كيحافظوا على داكشي هداك القديم. وفرح كعادتها كل ما تجبر شي قطة خصها تفرح بها وتدور بها. هادي شافت النعسة مغاتي تسطبرا. وهذه هي بلاصة جديدة فيها الخير كامل، سبحان الله العظيم. ومن البلاصة الجديدة كتخرج من هاد الإطلالة الجميلة ديال السوق دبرا. وملي جينا لهنايا كان ضروري خصنا نوصلو لهاد المعالم حتى هي التاريخية. هاد الكنيسة قدام الصياغين أو الدقاقين اللي عندها تاريخ كبير وقديم في هاد المدينة، واللي كانت شاهد للتنوع الثقافي والديني ديال المدينة طنجة والمغرب ككل.
عطيتك باسية السوق برا. واعر ياك، ضروري ما عندك ختام الفيديو يكون خاصة. فرح سالينا باسيو اليوم صافي، تا باسيو لي ماجدي ان شاء الله. يلا